فاكر فاكر أول يوم فتحت فيه كرتونة الموبايل ده؟ ريحته كانت فابريكا، وشاشته كانت بتلمع، وأي برنامج تفتحه كان يفتح في فينتو ثانية، أكنك ماسك مركبة فضائية. ودلوقتي عشان تبعت بس رسالة على الواتساب، الموبايل بياخد وقت يفكر هو أنت ولا لأ أصلا. تدوس على زرار الهوم عشان تطلع، يقولك حاضر يا فندم، هخلص اللي في إيدي وأشوف حضرتك. هو إيه يا عم ده؟ وإحنا شايلين موبايل ولا شاريين موظف في شركة قبل الغدا؟ مفيش. النهارده بقى هنكشف المستور، واقول لك ليه موبايلك عجز بدري، واديك الروشتة اللي هترجعه شباب تاني من غير ما تدفع ولا مليم قابل، ولا تعمل فورمات ولا تمسح اي حاجه. ورقه وقلم وركزي معايا يا ست الكل، وانت سيب اللي في ايدك وتعالى ركز معايا عشان الكلام ده دسم جدا. وقبل ما تبدا ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، عشان نحل المشكله دي لازم نفهم هي ايه الاول. الموبايل ده مش سحر، ده عايش جواه ثلاث حاجات رئيسيه، هي عمك البروسيسور والرامات والذاكره اللي مساحه التخزين. عارفها ولا إيه؟ لما موبايلك بيهنج اعرف ان في خناقه دايره جوه. تعالى بقى احنا نعرف الاسباب دي. اول سبب واشهرهم، احنا كشعب بنحب لما نخلص اي برنامج بندوس على زرار الهوم ونسيب التليفون، وكده بنبقى فاكرين ان البرنامج خلاص قفل. هو لا، هو البرنامج كده لسه شغال في الخلفيه وعمال يستهلك في الرامات. تخيل معايا عندك ترابيزه وهي اللي هي الرامات، وعليها الموظف اللي هو البروسيسور. الموظف ده بقى اخره يشيل 3 ملفات، وانت شلت عليه فيسبوك وتيك توك وانستجرام ويوتيوب. هل كده الترابيزه هتستحمل؟ اكيد لا. تاني سبب وهي الذاكرة المليانة. بصوا، في قاعدة ذهبية في التكنولوجيا، الذاكرة المليانة هي العدو اللدود لسرعة الجهاز. الجهاز عشان يشتغل محتاج مساحة كبيرة، بمعنى إن كل برنامج تفتحه بيرمي الملفات المؤقتة اللي هي الكاش. تخيل معايا إن تليفونك مساحته 128 وأنت مالي منه 127 ونص، يعني أنت حرفيا مش مخلي أي حاجة البرامج ترمي فيها الكاشات بتاعتها. وتالت سبب واللي أنا شايفه أهم سبب هو التحديثات. الشركات بتبعت لك تحديثات كل فترة، ولكن التحديثات دي بتبقى ساعات تقيلة على الجهاز، يعني بتبقى جهازك شغال سريع وبعد ما تحدث الجهاز هيبقى بطيء. ودي حركة ذكية بتعملها شركات الموبايل عشان خاطر تجدد التليفون كل شوية. وكده عرفنا الأسباب، بس تعالى بقى نعرف حلها ايه. الروشتة دي هتمشي عليها مرة كل شهر. افتح قائمة التطبيقات عندك وامسح أي برنامج انت مش بتستخدمه، وما تقوليش يمكن استخدمه. لما تعوز تستخدمه يبقى نزله تاني، مش هتفرق الكام ميجا اللي هتحمله من النت دول. وتاني خطوة أهم خطوة، خش على أي برامج كبيرة عندك وبعدها روح لستورج، بعدها كلير كاش. تدوس كلير كاش ما تدوس كلير داتا، لأنك لما تدوس كلير داتا أنت كده مسحت بيانات التطبيق كلها. أما كلير كاش دي الملفات المؤقتة بس. وآخر خطوة، دي مش خطوة تعملها أو متعملهاش، دي خطوة أنت لازم تعملها. لازم تسيب على الأقل 20% من مساحة الموبايل فاضية علشان الجهاز يعرف ياخد راحته. يعني لو جهازك 128 يفضل ما تزودوش عن 100 جيجا. انقل صورك وفيديوهاتك على أي مساحة تخزين، إذا كانت كمبيوتر أو هارد خارجي أو كلاود أو جوجل درايف. جرب تعمل ال4 خطوات دول دلوقتي وانزل قولي في الكومنتات موبايلك بقى صاروخ ولا لأ. ولو الفيديو ده فادك ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومنشن لصاحبك وقول له الحل اهو علشان جهازك ما يهنكش تاني. كان معاكم يوسف يورتي، سلام.